السلام عليكم أينما كنتم وأسعد الله أوقاتكم. يعني إيه مصر الجزء الثاني؟ ذكرنا من قبل في حلقة يعني إيه مصر الجزء الأول شرف ذكر مصر في القرآن الكريم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بالمناسبة لا توجد دولة في العالم اسمها مستمر كما هو منذ القدم وحتى الآن وذكر اسمها في القرآن إلا مصر. فعلى سبيل المثال ذكرت مكة المكرمة والمدينة المنورة وبابل وهما مدن، وذكر اسم الأرض المقدسة والمقصود بها القدس الشريف، وبذلك لم يذكر اسم دولة إلا مصر، مع أهمية دول أخرى في ذلك الوقت مثل الشام، اليمن، فلسطين، وهي بلاد عاش فيها أنبياء كثر، ولكن لم تذكر هذه البلاد باسمها، لكن مصر ذكرت، وهذا أمرا يجب الوقوف عنده، لأن كون الله سبحانه وتعالى يذكر بلدا معينا باسمه ولا يذكر غيره 4 مرات متفق عليها بالإجماع، حيث أن المرة الخامسة مختلف عليها، فهذا شيء فريد، خصوصا أنه في كل آية يذكر فيها اسم مصر يذكر معها شيء يبرز قيمة مصر، شيء فيه نوع من المدح. حتى الآيات التي جاءت في حق فرعون فستجد الآيات تعطي لمصر قيمة معينة. ولمن يريد تفاصيل أكثر فليراجع حلقة يعني إيه مصر الجزء الأول. وتتفرد مصر بجانب ما سبق بأن الله سبحانه وتعالى تجلى على جزء من أرضها وهو جبل الطور في سيناء، وهو حدث لم يتكرر مرة أخرى كما ذكر في القرآن الكريم. شرف لأي بلد ولأي أرض أن يكون هناك أنبياء عاشوا في تلك البلد أو مروا من أراضيها. وعدد الأنبياء الذين زاروا مصر أو عاشوا على أرضها 6 على وجه اليقين، وهناك احتمال وجود آخرين. 6 هم سيدنا إبراهيم، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا هارون، سيدنا يوشع ابن نون عليهم جميعا السلام. وهناك خلاف بين المسلمين على سيدنا عيسى هل زار مصر أم لا، لكن الأمر محسوم عند المسيحيين بأنه زار مصر وعاش بها عدة سنوات. وهناك أيضا خلاف على سيدنا إدريس، لكن المؤكد 6 أنبياء السابق ذكرهم. والآن سنركز على ذكر مصر في السنة النبوية على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه يقول: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية أخرى قيل اسم مصر صراحة. فرد الصحابة: حسنا، وماذا نفعل بعدها؟ أجاب الرسول: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية تقول: وصهرا. الرحم قادم من السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم أم سيدنا إسماعيل عليهم جميعا السلام، وهي مصرية، وسيدنا إسماعيل هو جد العرب المستعربة كلهم. وبهذا التعبير الذي قاله سيدنا محمد أصبح المصريون أخوال العرب، والخال بالمناسبة شرف عظيم في الإسلام. وصهرا حيث تزوج سيدنا محمد
من ماريا القبطية وأنجب منها إبراهيم، وبهذا أصبحنا من أصهار الرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا قيل القيراط عن مصر؟ لأن ذكر كلمة القيراط كان مستخدم بكثرة في مصر في ذلك الوقت. أما عن الذمة فهي في اللغة الاحترام والعهد، وأيضا يقال أهل الذمة وهم اليهود والنصارى الذين دخلوا في ذمة المسلمين، لأن مصر لم تكن قد فتحت في ذلك الحين، فكان المعنى هو إعطاء الاحترام والعهد لأهل مصر من النصارى الذين سيدخلون في ذمة المسلمين. وهناك حديث عن عبد الرحمن الحويلي وعمرو بن حريث قال أن رسول الله قال أنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله. وهناك حديث آخر عن سيدنا محمد وهو على فراش الموت في آخر حياته عن أم سلمة أنه قال: الله الله في قبة مصر، فإنكم ستسهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. هذا كلام الرسول وهو على فراش الموت. أما عن الحديث الشهير عن جند مصر أنهم خير أجناد الأرض فهو حديث سنده ضعيف، لكن بتلك الشواهد المعنى سليم، بل بالعكس، لو أخذنا جملة عدة وأعوانا في سبيل الله هي أكبر وأوسع في المعنى من مجرد الحرب، فسيكونون عدة وأعوانا في العلم والحضارة والدين، وتم حدوث ذلك مثلا بالأزهر بعد ذلك وبعلماء المصريين في مجالات مختلفة وهكذا. عن عبد الرحمن بن الحانق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربي، فلذلك قدمت مصر. واختلف المفسرون هل كان المقصود بالجند الغربي مصر فقط أم مصر وليبيا وانتهاء بالمغرب؟ أيا ما كان فمصر موجودة ضمنهم. كتب السيوطي تعليقا على هذا الحديث، والسيوطي هو كاتب وإمام إسلامي ومؤرخ مصري كبير عاش ما بين 1445 و 1505 ميلادية، أي أنه عاش في القرن التاسع والعاشر الهجري، أي أنه شاهد على مرور قرون على بداية الإسلام. فقال: هذه مكرمة لمصر في صدر الإسلام، واستمرت مصر قليلة الفتن معافاة لم يعترها ما اعترى غيرها من الأقطار، وما زالت مصر معدن الدين والعلم، ثم صارت في آخر الأمر دارا للخلافة ومحط الرحال، ولا بلد الآن في سائر الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظاهر في مصر. نعم، مرت مصر بفترات عصيبة على مدار التاريخ، منها الشدة المستنصرية مثلا، لكنها تمر والأوضاع تظل مستقرة، ومصر ليست بلد فتنة، والناس تحب اجتناب الفتن. وللحديث بقية، تابعونا في الجزء الثالث من حلقة يعني إيه مصر. في أمان الله، أسألكم الدعاء.